اهلا بيكم على قناه البورصاجي. النهارده هنقول لك انت ليه ما بتكسبش في التريدنج بكل بساطه وبكل سهوله. السبب الرئيسي في ان انت ما بتكسبش في التريدنج ان انت ما بتخليش الحاجات بسيطه جدا. التريدنج بسيط جدا، لازم تعرف ان البرايس ما بيعملش حاجه من الاثنين، يا اما بيسيك ليكويديتي، مناطق سيوله زي المناطق دي مناطق سيوله، شايفين دي مناطق الناس حاطه فيها ستوب لوز، يا اما بيسيك مناطق فيها فير فاليو جاب زي دي. وانا علشان النهارده في الفيديو ده هشرح ازاي ان انت تكيب الموضوع فيري سيمبل. انا بشوف ناس كتير قوي بتعقد الموضوع ويقول لك بقى بص الكورس ده بيقول لك معلومات سريه ومش عارف ايه والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده. انا النهارده هتكلم بكل بساطه، هدف الفيديو ده ان انا ابسط لك الامور على قد ما تقدر علشان تفهم ان التريدنج مش صعب، هو التريدنج بس بروسيس. فلو في موديول زي ده زي ما قلت لكم البرايس ما بيسكش غير حاجتين، يا اما يعني بيروح لحاجتين، يا اما مناطق ليكويديتي زي هنا، دي منطقه ليكويديتي، يا اما زي هنا دي منطقه ليكويديتي. يعني ايه منطقه ليكويديتي؟ يعني منطقه سيوله. منطقه سيوله يعني ناس حاطه هنا ستوب لوز، حاطه هنا لما حد بيخش صفقات او البيج انفستورز لما بيخشوا او البنك لما بيخش بيحط الستوب لوز بتاعه هنا. فدايما الماركت لما بيتحرك او بيبقى فيه اجريسيف موشن فهو بيبقى عايز يسيك المناطق دي اول واحد. تاني حاجه ان البرايس لما بيجي يعمل اعاده تسعير او يعمل ريبرايسنج دايما بيعملها في مناطق الفير فاليو جاب اللي هي زي دي. انت لما تشوف مثلا ده على فريم ال1 اور الناسداك، شايف ان ده داون ترند، شايفين كل ده داون ترند، وبعد كده عمل ريبرايسنج هنا تاني، وبعد كده احنا لسه داون ترند راح نزل تاني، شايفين كل ده داون ترند. فده يديك الحاجه ان انت هتخش سيل، ده نمره واحد. فانت تعرف الترند الاول ايه، وبعد كده تستنى المناطق بتاعتك على الهاي تايم فريم. الهاي تايم فريم ده اللي اقصد بيه ال1 داي، ال1 ويك، ال1 اور، علشان تبتدي تظبط دخلاتك. فخلينا ناخد المثال ده عشان ابسط لكم الدنيا، علشان تعرفوا قد ايه الدنيا بسيطه في التريدنج ومش محتاجه التعقيدات اللي انا بشوفها على السوشيال ميديا دي بصراحه عشان مستفزه جدا. فانا اللي عندي دلوقتي داون ترند زي ده، شايفين واضح قوي برايس كسر، عمل ريتريسمنت، كسر وعمل ريتريسمنت. لو انا هخش صفقتي من هنا فانا هشيل دي عشان تشوفوا انا بقى اقصد ايه. نمرة واحد هزوم هنا شويه عشان الناس تشوف قد ايه ان الموضوع بسيط جدا. هناخد المثال ده، شايفين انا كده اتاكدت عمل داون ترند، عمل البيسم وراح كسر تاني هنا، يعني معناها ان هو كسر الاستراكشر هنا. اوكي، كسرت الاستراكشر هنا. فانا عايز اخش تريدنج، اخشها منين؟ عندي نمره واحد حاجتين هنا مهمين جدا يخلوني اخش التريده دي. واحد منطقه سيوله اهي، شايفين دول ريلاتيف ايكوال هاي، ناس حاطه الستوب لوس بتاعها هنا، معاها فير فاليو جاب، شايفين الفير فاليو جاب قد ايه؟ قد دماغي. فانا لما اجي اشوف سيت اب زي ده فانا بستنى ايه؟ بستنى اشوف ان البرايس نزل وكسر الماركت ستراكشر زي ما انتم شفتوا هنا. بعد كده عندي مناطق سيوله مع فير فاليو جاب، دي منطقه خصبه جدا ان البرايس يحب يطلع من عندها للبرايس ويهانت الناس اللي حاطه الباي سايد ليكويديتي هنا ويعمل اعاده تسعير في الفاليو جاب، بعد كده يكمل الداون سايد بتاعته، يكمل الترند بتاعه. خلينا ده ننزله على اللو تايم فريم عشان تفهموا اكتر انا اقصد ايه. شايفين ده اللود تايم فريم على ال5 مينتس، انا معلم على الفير فاليو جاب بتاعتي هي على ال1 اور. شايفين منطقه السيوله هنا دي هنا ايكوال هاي، يعني الناس حاطه الستوب لوز بتاعها هنا. شايفين تعالى ندرس بقى البرايس. كيب ات سمبل از بوسيبل، خليها بسيطه جدا. انت كل اللي محتاجه تخش تريدا سيل. طب عشان اخش تريدا سيل هستنى ايه؟ استنى البرايس يطلع لي في الحته دي. ليه يطلع لي في الحته دي؟ نمره واحد عشان في منطقه سيوله هنا حاططها اهي، هعملها باللون الاسود عشان الناس تشوفها. شايفين الباي سايد ليكويديتي هنا، البرايس عمل ايه؟ طلع عمل واحد اتنين وكسر، لان ان هو لسه لسه في داون ترند، وبعد كده راح مره واحده طلع عمل هانت للناس اللي حاطه الباي سايد ليكويديتي هنا وراح لغايه الفير فاليو جاب وراح كسر تاني، وبعد كده طلع لها تاني. بعد كده اكيوميليشن، تستنى نيويورك سيشن. بص نيويورك سيشن طلع عمل ريبرايسنج تاني في الفير فاليو جاب وابتدى الداون سايد، ابتدى التريد تمشي. فتستنى نمره واحد نيويورك سيشن، تستنى البرايس يعمل لك ريبرايسنج في الفير فاليو جاب، تستنى على اللو تايم فريم تبتدي تنزل على اللو تايم فريم. بقى انت لازم تستنى حاجه مهمه قوي، انك اول ما يطلع يعمل ريبرايسنج تاني في الفير جاب تشوف حاجه زي كده، تشوف كسره ماركت ستراكشر على اللو تايم فريم دي. اول ما تشوف ان البرايس عمل اعاده تسعير في الفير فاليو جاب على الهاي تايم فريم زي ال1 اور او 4 اورز، بعد كده على اللو تايم فريم تنزل على ال5 مينتس تنزل تشوف في كسره ماركت ستراكشر زي كده. اول ما يكسر ماركت ستراكشر انت تعرف ان دخلتك من الفير فاليو جاب من اول ما لمس الفير. بص لمس الفير فاليو جاب يا دوبك
شايفين النزول بقى، شايفين الداون سايزنج قد ايه، قد ايه الحركه للبرايس عنيفه. بص وصل لغايه فين ونزل تاني، طلع نزل تاني. فكل اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده، خلي الموضوع بسيط على قد ما تقدر. البرايس بيروح لحاجتين بس، واحد مناطق سيوله، اتنين مناطق insufficiently او مناطق فير فاليو جاب عشان يعمل عندها اعاده تسعير، وبعد كده يبتدي ياخد اتجاهه. الاتجاه تعرفه ازاي؟ الاتجاه هتعرفه من الهاي تايم فريم. شوف زي ما قلت لكم في اول الفيديو، شفت داون ترند اللي احنا كنا شايفينه، داون ترند ينزل يكسر وبعد كده يعمل ريتريسمنت، يكسر ويعمل ريتريسمنت. يعمل ريتريسمنت يعني بيعمل اعاده تصحيح في المناطق زي دي، بيروح يهانت فيها باي سايد ليكويديتي، او لو يا سلام فيها حاجتين مهمين، لو فيها الحاجتين دول تخش تريدها وانت مطمن. واحد فير فاليو جاب، اتنين مناطق سيوله. وبعد كده تنزل على اللو تايم فريم تشوف كسره ماركت ستراكشر. اول ما يكسر لك ماركت ستراكشر ويرد، تبقى دي تريدتك من هنا، يعني تخش التريده بتاعتك من هنا، من الفير فاليو جاب دي. طبعا حاطط الستوب لوس بتاعك هنا، طبعا ايمنج ان انت يبقى التارجت بتاعك الاول. الناس حاطه او المنطقه الليكويديتي اللي هنا، الناس اللي حاطه الستوب لوس بتاعها. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.